افتتاح شرس شويه بيتلعب بالاي 4. هنا خصمك هيلعب اي 4، هتلعب اي 5. هنا هيلعب نايت على اف 3، هات البيضه. هنا انت هتلعب نايت على الاف 6، هتسيب له البيضه. هنا هياكل البيضه، وهنا انت مش هتاكل البيضه بتاعك وترجعه. انت هنا هتلعب نايت على سي 6. دلوقتي انت بتقول له كل حصان في حصان مقابل ان انا اكل بالبيضه وافتح الطريق للفيلين والقطع يكون اكتف شويه. هنا هيقول لك يا عم شكرا على البيضه، وهيلعب لك دي 3. فكره دي 3 ان هو بيدعم البيضه بتاعه وخلاص. انت دلوقتي البيضه بتاعك مش هيرجع. وهنا انت هتلعب بيشوب سي 5، تحط الفيل بتاعك على وتر اكتف باصص على مربع خطير. وهنا هو هيلعب لك بيشوب اي 2، بيقول لك انا هبيت. هنا انت هتلعب له نقله اتش 5، بتقول له لو انت بيت انا ههجم على ملكك. وهنا هيقول لك يا عم انا ما بخافش، وهيبيت قصير. هنا النقله دي زي ما انت شايف ميستيك. طب عقابها ايه؟ هنا انت هتلعب نايت على الجي 4. دلوقتي الحصان ده خطير جدا لان هو باصص على مربع الاتش 2 وباصص على مربع الاف 2. هنا مش هياكل بالفيل عشان ما تاكلش انت بالبيضه وتفتح عمود الرك على الملك. ولكن هنا هيقول لك ايه؟ امشي يا حصان. دلوقتي بيقول لك امشي من هنا عشان الحصان ده خطير. وهنا انت هتلعب نقله قويه جدا وهي كوين على الدي 6. فكره كوين دي 6 ان انت دلوقتي عايز كش مات على مربع الاتش 2. هتقول لي يا عم ما هو هياكل الحصان، ويقول لك مفيش كش مات. هنا انا هاكل بالبيضه، ودلوقتي انا عايز كش مات ما بتتحلش. هتقول لي لا يا عم بتتحل، انا ممكن العب دلوقتي جي 3. وريني الكش مات بتاعتك فين. اقول لك خد بالك دي كش مات. هتقول لي كش مات ازاي؟ طب والبدأ ده بيعمل ايه؟ اقول لك شايف الفيل اللي على سي 5 رابط البدأ ده بالملك، فالبدأ ده ما يعرفش ياكل الكوين، ودي تشيك ميت. هتقول لي خلاص هو مش هياكل الحصان وهيدفع البدأ في وشك. هقول لك يا عم عادي انا هاكل البدأ ده، وما تعرفش تاكل بالبدأ على حس الربط، والملك اونلي موف ان الملك يتحرك عشان تاخد تشيك ميت. الدفاع ده اسمه البتروف ديفنس او دفاع بتروف. قول لي بقى هل شفت الافتتاح ده قبل كده؟